السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا على سلامة الشيخ أكرم كساب سكرتير الشيخ يوسف القرضاوي سابقا وعضو هيئة العلماء المسلمين على سلامته من السجون الإسرائيلية وقدومه للدوحة، ومن أحد المشاركين في أسطول الحرية الأبطال الأحرار الذي تم الهجوم عليه من قبل الصهاينة المعتدين المغتصبين، وهذه رسالة قوية روحية منه من قلب الحدث. هؤلاء القوم والله يتنفسون الأقصى ويحيون بالأقصى ويموتون من أجل الأقصى، حياتهم كلها من أجل الأقصى. العرب قدموا، لكن تركيا قدمت الكثير. قوم دبروا وخططوا وكان لهم كل الحب وكل التقدير لهذا المكان، وشاء الله عز وجل أن ندخل إلى سجن بئر سبع، هذا السجن الرهيب على ما يقولون بأنه 5 نجوم، ولكن لله الفضل والمنة كان الجميع متكاتف وكان الجميع متحاب وكان الجميع على أمل وعلى ثقة بأن الله عز وجل سيعيدهم مرة ثانية. وأنا أشكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي خصني بهذه المهمة حتى يكون للعلماء دور بالقلم ودور بالجهاد في الميدان. وأنا أخص هذا الكلام لأننا أيها الإخوة الأحباب ينبغي أن نخرج من ميدان الكلام إلى ميدان العمل. وأقول مرة أخرى سيعود الأقصى بأمر الله عز وجل، سيعود الأقصى بأمر الله، سيعود الأقصى بأمر الله تعالى. نعم أقول يا إخواني بطل السماء، يا إخواني بطل السماء. أقولها بكل صراحة، وإن لم نكن كنا نتمنى أن نصل إلى أرض غزة، وكانت هذه هي الأمنية الغالية، لكن أقول وبكل صراحة هذا فتح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما نزل قول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال وقتها عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أفتح هو؟ قال نعم. ونحن وإن لم نصل إلى غزة لكن سيفك الحصار وسيقف العالم كله بجوار تركيا التي هددت بأنها لن تعيد هذه العلاقات مرة ثانية مع إسرائيل إلا إذا فكت الحصار، ونحن مع قطع هذه العلاقات. ونشكر كذلك الدول العربية التي وقفت مع هؤلاء المحاصرين والتي وقفت مع أسطول الحرية، وأخص بالذكر هنا قطر، كما أخص بالذكر وزارة الخارجية المصرية التي تحركت أيضا وجاء مسؤول منها ليسأل عني خصيصا في سجن بئر السبع، لأنني لم أكن خرجت ولم يعلم عني أحد، ولكن جاء الرجل مشكورا، ولكني أردت أن أعود هنا إلى قطر التي يعيش فيها أولادي والتي تعيش فيها زوجتي حتى أخذهم وأعود إلى مصر بأمر الله تعالى. فأقول هذا فتح عظيم، كانت الأمنية أن نصل إلى غزة ونعطر أعيننا برؤية إخواننا المجاهدين المرابطين الصابرين، ولكن شاء الله عز وجل شيئا آخر، ونحتسب هؤلاء الشهداء جميعا عند الله عز وجل. أيها الإخوة والله لقد كانت معركة بمعنى الكلمة، والله ضرب الرصاص الذي نراه أحيانا في الأفلام أو مثل هذه الأشياء رأيناه حقيقة رأي العين. جبناء والله، كانوا جبناء. كان الواحد منهم في عملية الإسقاط حاولوا النزول ووقف لهم الشباب 50 رجلا من أبطال تركيا وأبوا إلا أن يكونوا في المقدمة. وقلت لأحدهم وقد مات شهيدا تعلم في جامعة الأزهر وتعرفت عليه في تركيا اسمه علي حيدر، شاء الله عز وجل أن يكون قائدا من هؤلاء القوات، فقلت له أنتم تمثلون يوم أحد، أنتم على جبل الرماة، فإياكم أن يؤتى الناس من قبلكم. فقال والله لن ينزلوا عليها إلا على دمائنا. وصدق الرجل وعده، كان من الشهداء. وقفوا جميعا، كان أول عملية الإنزال حين نزلوا، ففشلت عملية الإنزال الأولى. خيبر يا يهود، خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود، جيش محمد سوف يعود. ثم عملية الإنزال الثانية ونزل منها 3 من الجنود الأوباش وكأنهم ينزلون غصبا، فكان الواحد منهم ينزل كأنه يلقى في بئر للسباع، فأمسك به الشباب ومعه من العتاد الذي يستطيع به أن يقتل لا أقول عشرات بل مئات، فينزل
فيمسكه الشباب وليس معهم إلا قطع من الخشب وأقواهم معه قطع من الحديد، فأمسكوهم ثلاثة وجردوهم من ثيابهم وملابسهم وعدتهم وسلاحهم وأخذوهم أسرى. جن جنونهم، فكان بعد ذلك الإنزال الثالث، وكان معه إنزال بالرصاص الحي وليس بالرصاص المطاط. هم يخادعون الناس ويقولون أننا دخلنا المياه الإقليمية، ما دخلنا، بل كنا على مسافة ما يزيد من 120 كيلو متر في المياه، ما زلنا في المياه الدولية. فكانت قرصنة وكان اختطاف بقوة إجبارية، وهم يحاولون أن يجعلوها هجرة شرعية، ولذلك أخذوا هؤلاء الناس. كما تعلمون يحافظون على الجندي، على روح الواحد منهم حتى وإن كان قتيلا. في هذه اللحظة كان القتل، ففي هذا الوقت أمرنا إخواننا أن ننسحب حفاظا على من معنا، لأنه كان معنا من أكثر من 80 سنة. هناك رجل من الأردن عمره أكثر من 80 سنة، وهذه هي الرحلة الثالثة له، وكان معنا طفل عمره لا يزيد عن عام. هل تتخيلون أن هؤلاء يحاولون يعني قتل أو يحملون أسلحة؟ وشاء الله عز وجل أن يكون النصر، حتى وإن قتل من قتل، فإن قضية فلسطين تحتاج إلى تضحية. ونحن دائما وأبدا نقول بالروح بالدم نفديك يا أقصى، وذكرت أخواننا بهذا. لابد أن نقدم الروح وأن نقدم النفس كما وعدنا الأقصى. وإلى الملتقى جميعا بأمر الله تعالى في القدس عما قريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا.